السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد الفيديو هادي. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. اليوم غنهضر على واحد القصه اللي في عمرها تقريبا اكثر من 11 سنه دابا. غنهضر عليها لان نضت عليها واحد الضجه، واحد السيده اللي كتعاود حياتي الشخصيه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتعاود للناس داكشي اللي هي باغا وداكشي اللي هي باغا توصل، وما كتعاودش الحقيقه كامله. اليوم غتسمعوا الحقيقه على لساني، اللي غنعاود لكم على قصه زواجي الاول او طلاق ديالي في الزواج الاول. الزواج ديالي الاول اللي دام تقريبا واحد المده اللي هي قصيره بزاف. كان زواج اللي مبني على تعارف عائلي، زواج اللي مبني على ما كانش كامل الاراده ديالي قبل الزواج. كانوا بزاف ديال العوامل اللي اداو لهذاك الزواج اللي ما كنتش مرتاحه فيه نهائيا من قبل الزواج وبعد الزواج. اللي كان فيه واخا ما كنبغيش نتفكر هادشي كله، هو اللي كان فيه العنف، اللي دوزت فيه العصا، اللي دوزت فيه العنف اللفظي والجسدي، اللي دوزت فيه بزاف ديال الامور دازت عليا في واحد المده اللي وجيزه. شفت شي حوايج اللي الانسان خاصو يشوفهم في ظرفيه ديال عامين ولا 3 سنين، انا شفتهم في شهور. الناس اللي قرب ليا كيعرفوا مزيان انه هذاك الزواج كان من بعد خلى ليا واحد العقد نفسيه، واحد اثر عليا نفسيا اكثر ما اثر عليا جسديا بلي سيكاتريس ديال العنف هذا. وكنت خاصني نتفادى داكشي، وخاصني نفوت وندوز ونكمل حياتي لقدام. مي كانوا بزاف ديال الحوايج خايبين اللي كيبقاو في النفسيه ديال بنادم، اللي كيأثروا على بنادم. وانا الحمد لله قدرت نتجاوز داكشي كله، قدرت نوقف على رجلي مره اخرى بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الزوج ديالي الله يخليه ليا. الله يخلي ليا تاج فوق راسي، والله يحفظ لينا بنيتنا يا ربي. اللي بغيت نقول لكم هو ان داكشي كله اللي كتعاود ديك السيده كتعاود كيف ما بغات هي. كيف ما قلت لكم انا الزواج لقيت فيه بزاف ديال الامور ديال العنف، وما كانش بالاراده ديالي الكامله. كنعاود ناكد على هذه النقطه هذه. وخاصكم تعرفوا بان السي الحاج كنت كنعرفو قبل من داك الزواج، كنت كنعرفو في مواقع التواصل الاجتماعي. ديك الساعه ما كانوش بزاف، كنت كنعرفو في سكايب. كانت في عمري 12 سنه انا تعرفت عليه. بقينا كنهضروا بحال هكا، كنت كنعاود ليه حياتي الشخصيه كامله، كنت كنعاود ليه على مشاكلي، على كيفاش كنت عايشه الزوينه والخايبه. وبقينا على تعارف واحد المده طويله. يا بخي كانت فتره الخطوبه مع الاكس اللي ما غنذكرش السميات ديالهم، ما غنذكرش زعما السميات ديال الناس كاملين اللي كانوا في هذيك الفتره. فوالا، ماشي قلت ما غنذكرش السميات بمعنى كانوا بزاف. واو، راه عرفتكم تفهموها غلط. السميات ديال الزوج السابق. فوالا كيف ما قلت لكم. وكنت كنعاود ليه الحاج، كنت كنعاود ليه كل شيء، كان كيعرف عليا كل شيء. وكانت واحد الفتره ديال الخطوبه وفتره الزواج. في هذه الفتره هذه كان انقطع الاتصال بيناتنا، ما بقيناش كنهضروا. كنت كنعتبرو فريمون بحال الاخ ديالي الاكبر. مورا الزواج قبل ما نحصل على الورقه ديال الطلاق بشي ايام قليله، كانت جات عندي واحد خالتي والتليفون ديالها كنت انا خدمت به شي ايامات. كتعرفوا نوكيا بيل، كنبقاو فيه لي نيميرو ديال التليفون. ديكو فاش كنت كنلعب داك الحنش عقلت عليه، كان عندها نوكيا بيل وكنلعب في داك الحنش. دخلت للريبرتوار ديال التليفون حتى كتبان لي السميه ديال الزوج ديالي حاليا، الله يخلي ليه والله يحفظه يا ربي. كتبان لي السميه والدوله اللي كان عايش فيها. كان عايش في السعوديه. قلت لها واش واخا نعيط واش فيه الروشارج؟ قالت لي فيه روشارج ولكن زعما راه ما كاينش بزاف. ديك اللي عيط الو سلام ويتقطع ليا لابيل. عاود هو عيط ليا، تما بدات القصه ديالنا من جديد. عاودت ليه كلشي، قلت له ها شنو كان وها شنو كان وها شنو وقع وها شنو وقع. قال لي انا ما بقاش عندي معك تواصل، داكشي علاش ما بقيتش عارف عليك حتى حاجه. هنايا بدات قصه جديده الحمد لله، اللي دابا قريبا 10 سنوات الحمد لله. اللهم زد وبارك وبارك في ذلك يا رحمن يا رحيم. القصه ديال الزواج الحقيقي كيف ما كنقولوا، والقصه ديال الحياه
الحمد لله الحياه ما طبات، كاين دي اوي دي با، وكاين بزاف ديال المناقشات، وكاين شوفوا راه ما كاينش شي زواج ما فيهش مناقشات، ولكن الزواج اللي كيكون فيه العنف وكيكون اصلا ماشي بالاراده ديالك، وكيكون اصلا مبني على بزاف ديال الامور، مبني على التسلط، على السلطه، على العنف اللفظي والجسدي، على حب التملك، على بزاف ديال الامور، فهذا ما كيكونش زواج. فوالا. الحمد لله انا قلت لكم بدات القصه ديالي انا وسي الحاج، ورجعنا درنا من جديد، ودخل على قبل المغرب باش تزوجنا. وهكا كيف ما دابا كنكمل معكم حياتي في لي ريزو سوسيو، كيف ما كتعرفوني دابا راه ديال دابا الضحوكيه النشوطيه. اما واحد الوقت راه كنت تعقدت، نقولوا جاني اكتئاب، نقولوا جاني جميع الامراض النفسيه، وليت في واحد الحاله خايبه بزاف، لدرجه انني وليت كنفقد الوعي كل شويه كل شويه كل شويه. كنتفكر شي حوايج يعني كنتعصب، كيبقى فيا الحال، كنتأزم نفسيا، بزاف ديال الامور. هذا الموضوع هذا ديال الزواج الاول والطلاق ديالي لعب عليا بزاف سنوات، ولو انني تزوجت الحمد لله وانا بخير وعايشه بخير، الله يبارك ما شاء الله، ولكن لعب لي على النفسيه ديالي لمده سنوات، ولعب لي على الاعصاب ديالي مده سنوات، وانا كنتخيل شي حوايج، وانا كنتفكر شي حوايج، وانا كنعيش وسط واحد الدوامه اللي انا واخا هكا بخير وضحكه وفرحانه، كنت كنرجع بحال دماغي كيرجع يعيش في هذوك المشاكل اللي كنت فيهم، وداك العنف. راه ملي كنقول لكم العنف كندوي على العنف بكل انواعه، بكل انواعه. ما غنقدرش ندخليكم في التفاصيل، ولكن كل ما كتخيلوا داز على هاد الكماره هادي داكشي اللي كتخيلوا في دماغكم اكثر من اللي كتخيلوا داز على هاد الراس المحينه هادي. والحمد لله اي حاجه كدوز علينا في الحياه كنتعلموا منها، واي تجربه كنخرجوا منها بواحد القوه، واحد العزيمه، واحد الاراده في العيش، والاراده في الحياه، والاراده والرغبه في اننا نكونوا احسن واحسن واحسن، ونزيدوا لقدام، وفي اننا نتلاقاو مع ناس احسن، والناس اللي يستاهلوا فريمون اننا نكونوا معاهم في حياتهم، والناس اللي يستاهلوا فريمون اننا نوقفوا معاهم، والناس اللي يستاهلوا انه تسمى ليه زوج وتكون عنده القيمه ديال الزوج. فوالا. ما غنهضرش خايب، حيت انا ماشي من الشيم ديالي، وماشي من الاخلاق ديالي، وماشي من المبادئ ديالي، ولكن عرفتو حاشوا ليله واش نقول عيشه الكلاب، غنقول خنازير، عيشه الخنازير. رغم ان الخنازير مساكنه، راه الخنازير غير كياكلوا وكيشربوا وعايشين بسلام، ما كيضربوا، ما كيغوتوا، ما كيديروا حتى حاجه. كانت واحد العيشه اللي خايبه بزاف، ما نتمناهاش اعداء انسان عندي في الدنيا، ما نتمناهاش ليه. ما عرفتش شنو نقول لكم. يمكن دابا كيتفرجوا فيا هذوك الناس، فغنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ف تقريبا صحتي نقصات في هذاك الوقت، المورال، الضحك، النشاط اللي كان فيا، بزاف ديال الامور كانت نقصات. والحمد لله قدرت انني كيف ما قلت لكم نوقف على رجلي، وانني نتلاقى بالزوج الصالح، وانني نتلاقى بانسان اللي يوقف معايا في حياتي، نساني كل شيء، ولو انه كانت صعيبه بزاف، ولكن مسكين وقف معايا. وقليل قليل 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 الناس اللي كيعرفوا هذا الشيء هذا في لونطوغاج ديالنا. فديك السيده اللي كتنشر داكشي في الصفحات ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي، كنبغي نقول لها شنو نقول لك اختي، كتنشري شي حوايج كاينين بصح وشي حوايج كذوب. كنبغي نقول لك انا ما غتربحي مورايا والو، غير باش تعرفي انا دابا خرجت امام الملأ وعاودت القصه كامله، باش نتيا ما يبقاش عندك حتى شي قيمه بحال هاد الهضره غنقول لك، حيت نتيا هزيتي قصتي ودرتي منها ما نعرف شنو، درتيها بحال انت زعما كتفضحيني. فلا، انا اي حاجه كتبها لي الله سبحانه وتعالى كنقول الحمد لله عليها، واي حاجه دوزتها في حياتي فانا مفتخره انني خرجت من هذيك التجربه وعاودت وقفت على رجلي. فهذا ان دل على شيء فانه يدل على انني ماشي انا ما باغاش نعاود، ولكن انا واحد الحاجه تعدات
كندوزها وكنفوتها وكنوصل للجديد اللي كتشوفوني فيه دابا. وبيزو كبيره لكم، وكنشكر اي واحد غيخلي لي كومونتير زوين، وتهلاو في راسكم، وان شاء الله غتلاقاو مع الانسان اللي كيستاهل باش تكونوا معاه في حياته.